نسمع الكلام ده دايما، الطيار المصري افضل طيار في العالم، او الطيار الامريكي افضل طيار في العالم. تروح بلد تانية زي كولومبيا مثلا، هم مقتنعين ان الطيران الكولومبي افضل طيران في العالم. للاسف كل دولة بتحب تكبر من نفسها فبتقول الكلام ده. طيب انا في حياتي المهنية دربت ما يعادل ال 90 طيار، اللي راح منهم الخطوط السعودية، الخطوط الكويتية، رجع في كولومبيا، اللي منهم اتدرب هنا وفي خطوط امريكية، كلهم من تقريبا جميع بقاع الارض. كل واحد فيهم كان بيميزه حاجة، وكل واحد فيهم كان ليه شخصيته في الطيران. يعني مثلا كنت دربت ناس مصريين كانوا شاطرين جدا في المناورات، كنت ممكن اعمل مناورة معاهم في التدريب يعملوها بعدي على طول، لكن في الجزء النظري كانوا ضعاف جدا. دربت طيارين سعوديين نفس الكلام، كان ممكن جاهز ياخد الطيارة في خلال 8 او 10 ساعات من تدريبه، ولكن كان ضعيف جدا مع بلج المراقبة ومع الإجراءات، مع حاجات كتيرة جدا. فكل طيار بيختلف عن التاني في شخصيته، في تدريبه، في خبرته، بالطريقة اللي نشأ بيها. فما بتقدرش تقارن الطيارين ببعض. مش معنى ان انا شغال مثلا في شركه ضخمه جدا وشركه معروفه انا احسن طيار في الدنيا. مش شرط ان شخص تاني ممكن يبقى في شركه صغيره جدا وفي جروب طيارين صغير جدا ويكون طيار شاطر جدا. الظروف ساعات بتحطك في مكان انت مش عايزه، وساعات الحظ بيعمل عامل كبير جدا. التحديات والخبره بتعمل عامل كبير جدا في الطيران. فكل الحاجات دي بتشكل شخصيتك انت وقدراتك كطيار. فمفيش حاجه اسمها ده احسن مني او ده احسن مني او ده احسن مني. كلنا بنسعى وكلنا بنتحدى، واتمنى ان دايما يبقى في بينا التحديات دي ترفع من شأن الطيران ومن الامان ومن كل المهارات بتاعة الطيارين. دي ببساطة خالص مين هو افضل طيار في العالم، فمفيش مقياس للحاجات دي. فده باختصار خالص الاسئله اللي كنت ببعتها لي. اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامه.